تحياتي. المولودية الوجدية، مشكلة المولودية الوجدية هي مشكلة مادية معروفة، ما عندناش دعم مؤسسات عمومية للمولودية الوجدية اللي تعطيك واحد 600 ولا 8 مليون ولا 700 ولا اللي دعم نادي المولودية. يعني المولودية الوجدية تعاني الآن في مراتب مؤسفة، في المراتب الأخيرة مع واتزن، مع برشيد، مع خريبكا. للأسف ضريبة نؤديها لأننا كنا في القسم الأول ونزلنا، و يعني عندنا مشاكل كثيرة. الآن المولودية الوجدية مع مقابلة العمر، لما تخسر في مقابلات خارج الميدان يكون عادي، تتعادل وتحاول تتعادل، تحاول ما تخسرش خارج الميدان. لكن لما تلعب في وجدة وأمام المتصدر، بني بالله نتمنوا ليه الانتصار، لان هذا الانتصار غادي ينفس شويه المولوديه الوجديه اللي غادي تأدب في ضمان البقاء. للاسف هذه السنه هذه المهمه ديال المولوديه هي ضمان البقاء، لكن ان شاء الله مع العوده اللاعبين المولوديه الوجديه اللي كانوا مصابين مثل الخنوش الهداف، وايضا رضا الباين المدافع، غادي تكون المولوديه الوجديه سوليد ان شاء الله. واللياقه البدنيه، مشكله المولوديه الوجديه الان بالنسبه للاعبين هي السرعه، وايضا لعبوا مزيان امام وداد فاس، ولكن انهزموا من طرف اخطاء فادحه للحارس. كما شفتوا اندفاع والقوه من السونتر تمركات عليه، ولكن عادي كتوقع هكا في شي ماتشات. الان المقابله والتركيز يجب ان يكون امام بني بلال اللي هي مدرسه قويه، والبكاري مدرب محترف يعرف يلعب على الجناب وكذا، ولكن نتمنى انه يعيا مزيان نهار الاربعاء في المقابله ديال كأس العرش، ونربحوه في مقابلة الأحد في البطولة من أجل التنفس والرجوع إن شاء الله، لأن الفرق بدأت تربح والصداقات والعلاقات بدأت تكون، ونحن عندنا مشاكل كثيرة. اللعبة ما خالصينش، هادي شي دخلنا في الشهر الثالث غادي يكمل، يعني نهار الحد السبت يكمل ودخل 3 شهور، والفرق بزاف اللي عانات، وهذا عادي في كرة القدم. ولكن نتمنى يكونوا مقاومين وصابرين، لان فلوسهم غادي يديهم. عقود اللاعبين كتمشى بالروندمون، اللاعب من دير معاه العقد ديالو خصو يعني 20 ماتش على الاقل، 20 ماتش عاد يدي منحه التوقيع. الا ما كانش 20 ماتش علاش غادي يدي منحه التوقيع؟ اجود اللاعبين اللي يكونوا في المستوى الطراز الرفيع كتعطيهم واحد 16 ماتش حتى 17 ماتش، اما الاخرين ب 20 للمقابله. لما يوصل 20 هذا هو يعني باش يدي داك الروندمون، لان الجامعه من عطاتك يعني صيفط لك هذيك تاع الاخر تاع الجامعه واش دير في العقود، ولكن انت كتزيد فيها المردود، الاهداف، بزاف الحوايج اللي كتزيدهم. يلعب مقابلات ضروري يلعب، ماشي يريح ويديها هذه لا. نتمناو الشهريه ديال اللعابه يخلصوا، ونتمناو هذا الرئيس يتواجد في هذا الوقت هذا. بقات لنا 12 المقابله صعبه، نفوتوا هذا العام، خلصنا بزاف في كريدي. العام الجاي باش تكون فرقه سوليد وقويه، وان شاء الله بجمهور كبير دائما ودعم النادي، ونتمناو ان شاء الله اللي يدعم الفريق. هاد السنه هذه يعني المولوديه الوجديه بقى فيها مليار ديال الكريدي، وخاصها واحد 400 مليون باش تجاري البطوله، باش تكمل البطوله اللي هي صعبه ولكن غير مستحيله في ظل الايرادات ضعيفه للجامعه الملكيه المغربيه العصبه. الاحترافيه الان هي اللي دايره هذا الشيء، هذا الضعف في يعني ما كاينش مستشهرين، ما كاينش في الدوزيام سيري، ما كاينش الحق التلفازي، ما كاينش بزاف الحوايج. وان شاء الله مع عوده الجمهور ان شاء الله، وايضا نتمنى الصفحه الرسميه لنادي المولوديه الوجديه ان تعطى لها الحق في ان يعني باش ديرنا لي ماتش ويشوفوا الجمهور الوجدي ايضا، لان طريقه اللعب تمنا. حنا ما كيهمناش المدرب اللي كيلعب دفاع، حنا كيهمنا الهجوم واللعب الكره، واخا نخسروا ما يهمش. ولكن الان مصلحه صعيبه، وخاص المولوديه تتحد وتكون واقفه لضمان البقاء باش نوجدوا الفريق. السنه الماضيه فتنا بزاف الحوايج ما خصناش نعاودوا لهم، باش نجدوا بعض العقود للاعبين السنة المقبلة ضمان البقاء. ولما لا تمثيلية مشرفة في كأس العرش إن شاء الله، والكرة إلى الأمام، وإن شاء الله كل الأمور
يعني نتمناوها تكون خير. الفئات الصغرى نتمناو لها يعني تكون واحد التكوين مزيان والآخر، رغم أن مدربيها شي 30 واحد ما خالش، والإدارة بعض الإدارة اللي يجب إنقاص من الإداريين في نادي المولودية الوجدية يكونوا 3 2 بركات، ولكل عمل عمله. ونهار المقابلة إلا بغيت تواجد شي إداري كتديه غير الماتش من اللاعبين القدامى ولا كيمشي معاهم كيكون كإداري في الفئات وصافي، كيدي 15 ميل ولا وراه ماشي وكذا وصافي مع المجموعة. أحسن ما نديرو مصاريف كثيرة. يجب تقليل المصاريف والتسيير العقلاني لإرجاع المولودية السنة القادمة إن شاء الله للمولودية قوية بدفاع وسط ميدان قوي. للأسف الهجوم لم يعطينا من غير الخنوس، لحد الآن نعاني من الهجوم. إن شاء الله نتمنى الخير في الهجوم، ونتمنى أن تدخل الكرة وتبغينا إن شاء الله. نتمنى الخير. نتمنى أيضا تكون عندنا علاقات، والرئيس يجيب لنا علاقات، وأيضا الناس اللي معنا نعرفونهم أنهم حتى هما ناس كبار وعندنا فيهم 2 برلمانيين. نتمنى تكون العلاقات قوية ويجيبوا لنا ناس اللي يعاونوا المولودية، رغم أنها في القسم الثاني وحتى واحد ما يقدر يعاون المولودية. نتمنى خير. ديما خضرة مخضرة، واللي ما يبغي الخضرة يعمى وما ياكل الخضرة كمية. تحياتي، والقضية قانون.